السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا عمرو مجدي وبرحب بكم في اول فيديو من سلسلة فيديوهات ترشيحات السيارات. في الفيديو ده هرشح لك افضل سيارات تحت ال100,000 جنيه. يلا بينا. بداية كده انا لما جيت اختار افضل سيارات تحت ال100,000 جنيه بعد زيادة الاسعار الهجومية اللي حصلت، وجدت ان الاختيارات الموجودة قليلة جدا ومبقاش في عربيات حلوة واعتمادية في الفئة السعرية دي. ولكن بعد شوية بحث وفلترة قدرت اطلع لك بشوية عربيات تناسبك غير العربيات الفئة القديمة والشاهين والبيجو واللادا والحاجات بتاعت زمان قوي دي. فيلا بينا نبدأ بأول واحلى عربية قيمة مقابل سعر، وهي سكودا فيليشيا. سكودا فيليشيا عربية جذابة شكلها حلو ومناسبة لكتير جدا من الشباب، وكمان بتتوفر بتصنيفين هاتشباك وستيشن. وعلى فكرة النسخة الستيشن دي هايلة جدا وفيها مساحات واسعة جدا، ومتوسط السعر للعربية ما بين 85,000 جنيه ل95,000 جنيه، وبتختلف حسب الحالة والموديل. العربية بتتميز بمساحات ركوب واسعة وتصميم أوروبي شكله حلو، مع العلم إن صعب تلاقي عربية أوروبية تحت 100,000 جنيه. العربية صاجها قوي ولو جيت عليها في يوم من الأيام هتستحملك. متوسط استهلاك البنزين في العربية متوسط. العربية بتديك ثبات جيد جدا، ودي حاجة نادرة برضو في الفئة السعرية دي. العربية كمان عفشتها قوية ومناسبة للطرق بتاعتنا هنا في مصر. ولكن العيوب الشائعة في العربية دي إن حرارتها بتعلى بشكل ملحوظ، وإن التسارع بتاع العربية مش أحسن حاجة، ولكن مع التعديل في العربية تقدر تتغلب على المشكلتين دول. قطع الغيار والصيانة لسكودا فيليشيا مش هتتعبك. العربية قطع غيارها متوفرة عند كل متخصصين سكودا، وكمان صيانة العربية سهلة، وغير كده إن العربية اعتمادية كعادة العربيات الألماني. العربية دي مناسبة ليك لو بتدور على عربية عائلية أو عربية شبابية. النسخة الهاتشباك هتكون مناسبة ليك. تقدر تشتري العربية دي لو محتاج عربية مساحات الجلوس فيها واسعة، أو عايز عربية ثباتها حلو، ولو عايز عربية للسفر وكده العربية دي مناسبة ليك. نهاية مع سكودا فيليشيا، العربية دي قيمة مقابل سعر كويسة وإعادة بيع حلو مش هتتعبك. تاني اختيار معانا وهو هيونداي اكسل. هيونداي اكسل متوفرة بموديلات ما بين 1989 و 1995، والعربية دي من أفضل العربيات السيدان في الفئة السعرية دي. كمان العربية دي بتتوفر باختيارين من المواتير، إما 1300 سي سي أو 1500 سي سي، وفي منها كمان عربيات أوتوماتيك. العربية دي شكلها حلو ومميز، وبتتوفر بنسختين، واحدة سيدان وهاتشباك. متوسط سعر العربية ما بين 85,000 ل 92,000، وبتختلف حسب الحالة والموديل. والعربية بتتميز بأنها متوفرة بأكتر من اختيار، وإن متوسط استهلاك البنزين فيها قليل، وكمان قطع غيارها رخيصة ومتوفرة. والعربية صيانتها سهلة، مش هتتعبك في حتة قطع الغيار والصيانة دي. ولكن من عيوب العربية هي حتة الثبات فيها بتضعف على السرعات العالية عند 100 فما فوق. العربية دي مناسبة ليك لو انت شاب محتاج عربية شكلها حلو وصيانتها سهلة وقطع غيارها رخيصة، ولو محتاج العربية لأسرة صغيرة وسفريات كل أسبوع مثلا. والعربية كمان مناسبة ليك لو عايز عربية قيمة مقابل سعر كويسة وتكون إعادة بيعها سهلة. تالت اختيار معانا هو سوزوكي سويفت. سوزوكي سويفت متوفرة بموديلات ما بين 1991 إلى 1996، والعربية بتتوفر بموتورين، واحد 1300 والتاني 1600، والعربية سعرها بيتراوح ما بين 80,000 إلى 90,000 جنيه. سوزوكي سويفت عربية شكلها حلو ومحندقة كده، تنفع لشاب صغير. العربية دي بتتميز بشنطة واسعة بسعة 450 لتر، وكمان العربية مساحتها الداخلية جيدة جدا. هي شكلها الخارجي بيقول صغيرة وتحس انها ضيقة، ولكن العربية دي حلوة بصراحة. العربية دي مناسبة ليك لو عايز عربية صغيرة موفرة في البنزين، ولو عايز عربية فيها مساحات تخزين واسعة ومساحات ركوب واسعة، ولو عايز عربية إعادة بيعها تكون سهلة. الاختيار الرابع معانا فيات تمبرا. عربية بمزايا عديدة وعيوب قليلة. فيات تمبرا سعرها بتراوح ما بين 90,000 إلى 98,000 جنيه، وبتختلف حسب الحالة والموديل. والعربية بتتراوح بموديلات ما بين 1991 إلى 1999. تمبرا بتتوفر بموتورين، واحد 1400 والتاني 1600. تمبرا عربية عملية واقتصادية، وقطع غيارها متوفرة بأسعار مناسبة ومتوسطة، والعربية كمان سهلة الصيانة مش معقدة. العربية مناسبة للعائلات بسبب حجمها الداخلي الواسع. العربية بتقدم لك مستوى ثبات على الطريق جيد جدا، وموفرة في استهلاك البنزين. تمبرا مشكلتك هتكون معاه في ان ارتفاع عن الارض مش كبير، ولما تيجي تبيعها هتاخد وقت شوية. الاختيار الخامس وهي سوزوكي ماروتي. العربية دي يا جماعة اقتصادية بشكل لا يوصف. العربية دي لو حابب ألخصها لك هقولك إنها موتوسيكل بأربع أبواب. العربية دي متوسط السعر بتاعها من 70,000 إلى 85,000 جنيه حسب الحالة والموديل.
العربية دي موفرة لاستهلاك البنزين وصيانتها سهلة وقطع غيارها متوفرة ورخيصة، مناسبة جدا للسيدات، والعربية دي حلوة قوي جوه البلد. العربية دي غير مناسبة للسفر خالص، ونصيحة مني ما تعديش ال100 وانت سايق عشان العربية ضعيفة ووزنها 650 كيلو، فمش هتساعدك وتخليك تجري. الاختيار السادس معانا هو ستروين زد اكس. ستروين زد اكس متوسط السعر بتاعها ما بين 95,000 إلى 100,000 جنيه حسب الحالة والموديل، والعربية دي موديلاتها ما بين 1994 و 1999. والعربية دي بتصنف هاتشباك ولكنها ذات حجم كبير وليست من الفئة الصغيرة من الهاتشباك. العربية بتتوفر بموتور 1400 سي سي، بتقدم لك أداء متوسط وموفرة معاك في استهلاك البنزين. قطع غيار العربية متوفرة وأسعارها متوسطة، وكمان لو جيت في مرة ما لقيتش قطعة غيار ممكن تلاقي ليها بدايل. العربية دي مناسبة للسيدات وللمشاوير جوه البلد وإنك تروح بيها مشاوير صغيرة، وبيعيب العربية دي إن إعادة بيعها صعبة شوية. آخر اختيار معانا في الفيديو هي كيا برايد. كيا برايد عربية في منها هاتشباك وفي منها سيدان، متوسط سعر العربية من 85,000 ل 95,000، والعربية دي زي ماروتي اللي لسه متكلمين عنها. العربية اقتصادية جدا في البنزين وقطع غيارها متوفرة ومش غالية. العربية كمان مناسبة لعيلة صغيرة ما بيعيبهاش غير إن مساحات التخزين فيها قليلة. العربية دي مناسبة للسيدات ومناسبة لمشاوير يومية جوه البلد ومشاوير شغل وكده، وإعادة البيع للعربية مش صعبة قوي عشان ليها زبونها. ودي كانت أفضل ترشيحات تحت 100,000 جنيه، غير العربيات الفات والشاهين والبيجو واللادا. العربيات دي حلوة من حيث الشكل وقطع الغيار وتوفير استهلاك البنزين. بس كده، شكرا لكم على المتابعة. انتظروا الفيديو القادم، هيكون فيه ترشيحات أعلى في الفئة السعرية وأفضل من العربيات دي. ما تنساش لايك وشير للفيديو، وتتابعني على يوتيوب وفيسبوك وتيك توك عشان يوصلك كل جديد. مع السلامة.